وهذا أكبر سادس برج بالعالم. هاي المدينة من أكثر المدن اللي تصير بها زلازل بالعالم. بس التكنولوجيا اللي بيها قدرت تمنع هاي الزلازل. تعالوا أنا وياكم نستكشف هاي المدينة. يلا نمشي. وأول مكان وصلنا إليه برج ميلاد من أكبر الأبراج بالعالم. نصعد؟ يلا نصعد. يلا. ولما وصلنا لبرج ميلاد كان الكل بانتظارنا متشوقين للقائنا حتى يشرحونا شنو داخل البرج وشلون يعمل. البرج انبنى لأغراض تقنية مثل البث التلفزيوني والاتصالات، لكن طور إلى أن صار مركز ترفيهي وسياحي. تخيلوا بداخل هذا البرج اكو مصاعد زجاجية توصل سرعتها بالثانية 7 أمتار، وهذا غير المطعم اللي موجود بقمة البرج اللي يفتر 360 درجة حول نفسه. يعني أنا لو ينطوني البرج ما أصعد وأشمر هاي الشمرة، بس هنا تقدر تجرب هاي التجربة، تصعد من أعلى البرج ويعني ويشمروك يشمروك. ليش ما تطلع يديك من جيبك؟ هنا درجة الحرارة جو مثلا موجب 3، هنا سالب 4 سالب 3. كلش بارد. شوف المنظر ما شاء الله، مدينة طهران كلها جو الصيف. قبل لا أجي لإيران كلها قالت إيران بلد غير متطور لين الشيعة يحكموها. كيف بلد غير متطور واحنا حاليا واقفين على برج يبعد ارتفاعه عن الارض 435 متر، وهذا اكبر سادس برج بالعالم. وهذا شيء كلش بسيط من اللي موجود بطهران. شيعة الحسين يقدرون كل شيء يسوون.